بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في المنصورية، امتداد الصليبة ما بين ترعة المنصورية وترعة المريطية. صور في فيلا، مساحة الأرض فدان وإيراد. هي دي الفيلا فيها مية بير، وفيها مية حكومة وكهرباء حكومة 3 فاز. مساحة الفيلا فدان وإيراد، الأرض كلها. مساحة المباني تقريبا في رينج 250 متر. الدور الأرضي عبارة عن ريسبشن ومطبخ وحمام. هنخش دلوقتي نصور الفيلا من جوه. الفيلا عايزة شوية صرف، الفيلا عايزة، المكان عايز مكياج. دي أوضة غرفة الحارس، تمام، أو اللي بيخدم في الأرض. الجار أهو، ده كان جمالون واتهد، فممكن يتعمل برجولة. هتصرف شوية بس هيبقى شكلها مختلف. هنخش كده. الشجر ده لو اتشال هيدي فيو واسع، انما هو معمول عشان خاطر البسين ما يبانش، انما هو ممكن يتعمل بطريقة تانية. يعني كل واحد طبعا وذوقه، او كل واحد ورغبته، انما سهل ان هو تتظبط ويبقى الفيو بتاعها واسع. يعني لما كل الكلام ده يتفتح على بعضه يبقى الفيو واسع. ده مكان لخدمة البسين، وده البسين اهو، وحدودنا الشجر ده. السور بتاع الواجهة المحاطة كلها بشجر. دي غرفة المواتير بتاعت البسين. لا، دي غرفة ده موتور مية. دي غرف البسين. البسين مليان مية عشان السيراميك ما يبصش، انما هي بتتغير المية وتبقى زي الفل. مساحة الأرض فدان وإيراد، تمام. ده مكان فيه ترابيزة بلياردو، ده للبلياردو. ادي ترابيزة البلياردو اهي. لو عرفنا نخش نصورها هنخش نصورها. يبقى دي الجنينة كلها اللي محاوطة الفيلا او بقية الفدان والإيراد. دي الفيلا بتاعتنا، مساحتها على ما اعتقد ان فوق اكتر من 250 اهي. وده صالة البلياردو، هنخش دلوقتي نصورها اهي. وادي البسين اهو. الفيلا من فوق غالبا هتبقى اكتر من 250 متر، لان اللي تحت مساحة اقل. هنخش نصور الفيلا من جوه. دي مخارج على الفيلا، وغالبا ده المطبخ اللي هو بابه خشب ده، او خدمات يعني. هيبان مساحة البسين حلوة كويسة. هو 2 بسين، واحد كبار واحد اطفال، انما هو عايز شوية صيانة، تمام. دي صالة البلياردو اهي، ترابيزة البلياردو. غالبا المكان ممكن يكون قانوني اهو، مكيف. وادي الحمامات اللي بتخدم الحمام السباحة او البسين. ده حريمي وده رجالي. ده حريمي وغرف لبس، وده رجالي وغرف لبس. 3 حمامات، تمام. طيب ادي البسين. هنبتدي نخش كده، نخرج تاني نخش جوه الفيلا. عايز تلف من ظهرها الاول؟ ماشي، تمام، ماشي. ادي حدودنا اهي. المساحة ممتازة، مساحة المباني حلوة جدا، انما هي عايزة
رعاية. الصحي اهو متغير، وسيلة الصرف كلها متغيرة. المية اهي كل مشكلتها صرف بسيط، مكياج، عايزة تتمكيج، فيلا عايزة تتمكيج. السلم ده بيطلع على الروف اهو اهو. دي معمول لها باب برضو اهو. وادي الجنينة وادي المدخل اللي احنا دخلنا منه. طيب هنخش نصور الفيلا من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده المدخل اهو بتاع الفيلا، الباب الرئيسي. حاجة ما شاء الله، الله اكبر. ده ريسبشن، الريسبشن بتاعها حلو كبير. وده اسانسير اهو، ده سنترال. ده الريسبشن بتاع الفيلا. الحمام ده حمام ضيوف اهو. امكانيات المكان حلوه جدا. وادي السلم اللي بيطلعنا على الدور العلوي. طب نرجع، ادي الريسبشن اهو، ادي المخارج على البسين، ودي ترابيزه البلياردو، ودي غرف اللبس والحمامات اللي بتخدم البسين. ده المطبخ فعلا اهو، ده المخرج اللي على الجنينه اللي على البسين، وده مخرج تاني. مساحه المطبخ ما شاء الله اكبر، جميله جدا، مساحه كبيره. تمام. وفي هنا ده ايه ده؟ ده اوضتين مثلا. دي اوضتين، ممكن للسواق وممكن للسواق واوضه مثلا. واوضه مثلا. دي فيها حمام برضك يعني اوضه كامله. تمام. اهي ادي المطبخ اهو، مساحته اهو من بعيد. نخش نطلع على الريسبشن، هنطلع نصور بعد كده الاوضه بتاعت السواق والاوضه التانيه. طيب السلم معمول رخام. الفيلا بصراحه من جوه تشطيبها حلو، عايزه فينش بسيط، معموله بالرخام اهو. ادي الارضيه، ودي حتى الحيطان دي معموله بالرخام. السلم بتاعها رخام. ده باب الاسانسير اهو، اسانسير شغال. دي غرفه صغيره جدا اهي، ممكن تتعمل مكتب. ده مطبخ اوفيس. ده اوفيس مطبخ. ده حمام. وده حمام فيه شاور روم. الصحي بصراحة ممتاز. ادي بقية الريسبشن، نبص عليه من هنا اهو. دي حوض زرع طبعا، دي زي اللي تمام. طيب المكان معمول على هيئة أجنحة. ادي الغرفة الأولانية اهي، وادي الغرفة الثانية الأرضية باركيه. ده مكان دولاب. وادي الغرفة الماستر، ادي الحمام بتاعها.
الفيلا بتتمتع بخصوصية عالية جدا، معمولة جنحة. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، وادي حمام بيخدم الغرفتين. تمام اهو. وادي دي أوضة الغسيل. دي اوضه الغسيل اهي، ودي أوضة الدار. ودي غرفه الناني. ادي الحمام بتاعها، وادي الغرفه اهي. بصراحه تقسيم الفيلا رائع، تقسيم الفيلا رائع وفيه خصوصيه جامده جدا. يبقى زي ما قلنا الاوضه الصغيره اللي بره دي تتعمل مكتب. ده السلم اللي بيطلعنا على الروف. مواسير الصرف اهي متغيره كلها. ادي الروف بتاع الفيلا، وادي المسطح بتاعها الكامل. ادي مسطح المباني بالكامل. الفيو هنا رائع، فيو رائع. حوالينا فيلل بيوت اهو. ادي البسين اهو من فوق. طبعا الميه مش متغيره، هي متسابه عشان تحافظ على السلك. ادي مساحه الفيلا اهي ومساحه الارض. ادي البوابه اللي احنا دخلنا منها. وادي الجار. دي برجوله. المكان رائع رائع من جوه الفيلا، مش عايزه غير حاجات بسيطه، يمكن وش، انما الشغل كله بره. وما دام الشغل بره فيبقى مش مكلف وما يخوفش. هي شويه نجيله، شويه اضاءه، الشجر يتقص، الشجر اللي جنب البسين يتشال وتبقى زي الفل. معاكم أشرف فهمي، مزارع أراضي للبيع في مصر. موبايل 010 61 61 10.